96. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد الرئيس، إن أول جهة مطلوب منها أن تحترم وأن ترد الاعتبار لهذا المجلس التأسيسي في تقديرهم أعضائه، ولكن المتابعة لتصريحات بعض الزملاء ولمواقفهم يتساءل بعدها أن لأي مواطن أو حزب أو مؤسسة أو منظمة أن تحترم هذا المجلس. فبعض الزملاء الأكارم قبيل 23 أكتوبر أعلنوا صراحة أن شرعية هذا المجلس ستنتهي بتاريخ 23 أكتوبر، لا بل إن بعضهم هدد بالاستقالة. ومنذ يومين يأتي أحدهم في القناة الوطنية ليسفه عمل أول لجنة تأسيسية في عمل التوطئة، والحال أن أغلب المتدخلين حيوا هذه اللجنة على الأعمال التي قدمت بها فيأتي ليسفه كل هذا العمل وليستنقص من قدر حزب أساسي داخل هذا المجلس الوطني التأسيسي. لا، وفي مداخلته فاق بعد غيبوبة ليتذكر أن الشعب التونسي قد أخطأ في الاختيار يوم 23 أكتوبر. أنا أتساءل، وهذه مسؤوليتنا جميعا، هل يمكن لمواطن تونسي يتابع مثل هذه التصريحات أن يحترم وأن يرد الاعتبار إلى المجلس الوطني التأسيسي؟ بالنسبة لدور النائب، هو دور أساسي تشريعي أولا، ثم في مراقبة الحكومة في المجالين التأسيسي والتشريعي. ومثل ما قال الأخ منير قدمنا أشواط والحمد لله، ولكن أعمالنا في حاجة إلى التطوير ونحن قادرون على ذلك، مثل ما طالبنا وفي عديد المناسبات من مكتب المجلس أن يحدد رزنامة واضحة على الأقل أسبوعيا إن لم تكن شهريا لعمل النائب، حتى يتسنى للنائب أن يبرمج أعماله وأن يكون مردوده أفضل. كذلك طالبنا في النظام الداخلي أن تمكن كل الكتل والنواب من الظروف المادية لحسن أداء مهامها، ولكن للأسف في هذا المجال كذلك أداؤنا أو الظروف التي أعطيت للنائب وللكتل ما زالت ضعيفة. الأمر الثالث فيما يتعلق بالتأسيس وبالتشريع، هو من وجهة نظري أن نتصدى لكل من يحاول أن يبوئ نفسه مكان هذا المجلس التأسيسي. وجيد أن تتنادى بعض الأحزاب أو المنظمات لتحديد موعد للانتخابات، ولكن الأهم من تحديد موعد الانتخابات هو احترام الآجال التي نحددها. وفي تقديري لن يستطيع أي طرف أن يحترم تلك الآجال، فقط هم النواب كتلا وفرادا بمقدورهم أن يحترموا الآجال التي. فيما يتعلق بمراقبة الحكومة، هذه مهمة أساسية من مهمة المجلس، ونحن تقدمنا فيها، تحصلنا على نتائج أم لا، التقييم يقع نادرا. وتتم مراقبة عمل الحكومة من خلال مساءلتها. هل يمكن أن تتعدى مراقبة الحكومة إلى مراقبة الإدارة؟ أن يكون النائب مسؤولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن يكون رقيبا أو مسؤولا على عمل الإدارة. إن قلنا نعم، فينبغي أن نتفق مع السلطة التنفيذية في كيفية وآلية لهذه. الأمر هذا إن ذهبنا إلى هذا فهذا يتطلب من النائب سلوكا مسؤولا في كل أعماله، عدم استغلال الموقع لمآرب شخصية، وأرجو أن نحترم هذا. كذلك احترام الإدارة والاكتفاء بالمراقبة. عندما يذهب نائب إلى الإدارة لا يستغل موقعه كنائب ليتعدى على نواميس عمل الإدارات. وكذلك أن يعرف النائب دوره ولا يتجاوزه، لأننا لاحظنا في الأسابيع الأخيرة وللأسف أن بعض النواب وهم أعضاء في مجلس تشريعي يضغطون على القضاء الذي المطالب بتطبيق النصوص والقوانين التي صادقوا عليه. وهذه مثل ما قال أحد الزملاء سابقا من العجائب في العمل التشريعي.
ومن البدع أن يحتج النائب المشرع على القاضي الذي يطبق نص القانون. أنهي بمداخلة وبملاحظة بسيطة فيما يتعلق. أحد الزميلات نددت بالسلطة التنفيذية لأنها عينت الأخ كريم عزوز قنصلا عاما في مدينة باريس لأنه عضو من حركة النهضة. أقول أن الأخ كريم عزوز أهل لمن تدب له وشرف له أن يكون عضو في حركة النهضة وعضوا نشيطا في المجتمع المدني سابقا، وهو في كل الحالات قنصل تونس وليس قنصل حركة النهضة. وبالنسبة لتخوفها أو ربما تخوف البعض من أن الانتخابات القادمة وفي ظل إدارة ساهمت الحكومة الشرعية في وضعها، أقول لها وأطمئن في تقدير التونسيين في الخارج أن انتخابات أشرفت عليها إدارة انتدبها التجمع وكانت بشهادة الجميع انتخابات نزيهة بفضل ويقظة لجان الفرعية، فإن الانتخابات القادمة تحت إدارة عينتها أو ساهمت في تعيينها الحكومة الشرعية وتحت هيئة مستقلة ستكون بإذن الله أنزه وأكثر شفافية. والسلام عليكم. شكرا.